ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم جرجس عادل المحامي. من يومين كان في مسابقه عاملاها دار الاهرام، والمسابقه دي كان اكتر محامي هيتعمل له منشن هيكسب 3 موسوعات. بصراحه انا قعدت اقول هي موسوعه ولا 3، بس المهم قلت ان احنا نكسب الاول، والحمد لله بفضل الناس اللي اشتغلت معانا، بفضل طبعا ربنا في الاول وفي الاخر. الناس بصراحه يعني ساعدتني ان انا اكسب، فعشان كده كان لازم ان انا اشارك معاكم. الهديه اللي جت بصراحه الهديه 3 موسوعات. او بالمناسبه انا ليه عامل الشكل ده؟ انا كنت يعني صورت فيديو وانا بفتح وكل حاجه بقى وكان، بس الفيديو 9 دقايق فلقيتكم هتزهقوا مني بصراحه كان فيديو حلو، بس 9 دقايق انا حسيت ان هو هيبقى كتير يعني. يا عم انت خدت هديه بس مش كده يعني. فعشان كده هنحاول بقى نختصر في الفيديو ده. ده الكيس اللي جت فيه الهديه. ودي الكرتونه. انا قعدت افتح بقى بالمفاتيح وكده، تمام. وبعد كده كان كل موسوعه جه فيها المتغلفه يعني. طيب تعالوا بقى نشوف الموسوعه في ايه. السريع مش هحاول اكتر عن 9 دقايق بصوا. اول حاجه ده احمد محمود موافي. يعني بصراحه ده نائب رئيس محكمه النقض، والساده المحامين عارفين يعني مين احمد محمود موافي يعني، غني عن التعريف. موسوعه جزئين عباره عن الكتابه القانونيه، صيغ الدعاوى والمذكرات والكلام ده كله. طبعا حديثه. دي كانت اول موسوعه، طبعا كانت متغلفه، بس احنا علشان نختصر ال9 دقايق مع انه كان فيديو حلو، بس يعني عشان وقتكم الناس الباقه بتاعتها هتخلص. دي كانت اول موسوعه، وانا بصراحه كنت بقول هما 3 موسوعات ولا موسوعه واحده، بس طلعوا 3. تاني موسوعه دي لا مش هقولها دلوقتي، هقولها في الاخر. دي يعني انا غاليه عندي يعني. طبعا دار الاهرام هي اللي كانت عامله المسابقه دي. موسوعه 8 اجزاء على الملكيه العقاريه. دي بيتكلم بقى في ايه؟ في التسجيل. دول 8 اجزاء بيتكلموا على التسجيل المدني وعلى عقود بيع السيارات، و8 اجزاء. انا طبعا لسه هشوف الكلام ده كله بيتكلم في ايه. 8 اجزاء، تمام. لمين؟ استنى هقول لكم. للدكتور السيد عبد الوهاب عرفة، ده رئيس قسم المراجعة في الشهر العقاري سابقا، تمام. ده شكل الموسوعة، بس هي طبعا هتظهر الكلام بالعكس علشان تصوير الفيديو يعني، تمام. انا كده هنزل كل موسوعة تانية والكتب وكده يعني. اخر موسوعة بقى، ودي اللي انا فرحت بيها جدا بصراحة، ما كنتش متخيل ان هي هتبقى موجودة، بس بصراحة دي الوسيط في الاجراءات الجنائية للدكتور احمد فتحي سفون. بصراحة الموسوعة دي بالنسبة لي هي يعني، أنا عشان بحب الدكتور أحمد فتحي السفون، بحب كتاباته، والسادة المحامين كلهم عارفين مين هو الدكتور أحمد فتحي السفون. يعني هو غني عن التعريف، أنا مش محتاج إن أنا أتكلم عليه. دايما كده بيمتعنا بكتاباته. دي الطبعة الحديثة، قانون الإجراءات الجنائية، 3 أجزاء. الوسيط طبعا مش تبقى واضحة، بس أنا بحاول عشان الشكل يعني. بصراحة أنا بشكر دار الأهرام جدا على مجهودها اللي هي تبذله معانا. دول ال3 موسوعات، ما طلعوش موسوعتين طلعوا ما طلعوش موسوعة، طلعوا 3 موسوعات. بصراحة أنا يعني حبيت أشارك معاكم الهدية يعني. والحمد لله الفيديو هو داخل على 4 دقايق، مش هنكمل ال9 بس بجد يعني ممكن انزل لكم لقطات في الاخر، او هشوف يعني هعمل ايه. مش عايز بصراحة، مش عايز امنتج برضه الفيديو ده، عايزه يطلع كده زي ما هو. شكرا لمتابعتكم بجد. انا متشكر لكل واحد كان دعمني، وكل واحد بيتفاعل على الصفحة. انتظروا الفترة اللي جاية في جديد. شكرا دار الأهرام. بمناسبة الفهرس بقى، في كتب أو في موسوعة ممكن تلاقي الفهرس في جزء واحد، وفي موسوعة بتلاقي في كل جزء الفهرس بتاعها، والفهرس ممكن يبقى في الأول وممكن يبقى في الآخر. طب إيه لازمة الفهرس؟ الفهرس ده اللي بيعرفني مضمون الكتاب كله. ما أنا أكيد مش هفتح بقى يعني. أنا لو عايز أدور على حاجة مش هقعد بقى إيه، أفضل بقى أدور كده صفحة صفحة، لأ أكيد يعني
كل جزء بيبقى ليه الموضوع بتاعه المختص بيه اللي الكاتب عايز يوصل لنا المعلومة. شكرا لدار الأهرام، شكرا فعلا للمبادرة دي، ودايما هي بتمتعنا بالكتب القانونية والثقافة القانونية. شكرا وشكرا للهدية العظيمة دي، ودايما كده احنا بنتعلم من الكتب، من دي أدواتنا. شكرا لكل واحد فاعل مع البوست ومع المبادرة دي، وشكرا لكل زملائي، ونتمنى كده ان يبقى في مبادرات تانية وهدايا عظيمة زي دي. انا بقى احاول اشوفهم، يعني اشوف مكتبة كده احط فيها الكتب دي، هنشوف هننزل ايه او نكبر بقى المكتبة. شكرا، حبيت اشارك معاكم الهدية، وبجد شكرا ليكم.